هعيد الحته دي تاني عشان مهمه جدا. انا دوري كمدير مشروع مش هجري ورا الكوره وخلاص. انا لما تحصل لي حاجه مشكله او يجي كومبلاينس ريكوايرمنت كتير، يعني هنا قانون مطلوب وهنا السيفتي طالبين كذا والجماعه بتوع الكواليتي مش عارف عاملين ايه، لما يحصل كل الكلام دوت انا المفروض الاول خالص اعمل كلاسيفيكيشن كاتيجوريز. ادي هنا دي مشكله كذا، فيها 3 4 مشاكل، الناس دول بتوع السيفتي عندهم كذا، مش عارف ايه عندهم كذا. خلاص صنفت الامور، ده كده الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه حط اولويات. ابدا بمين الاول؟ مين الحاجه اللي ارجنت ولو انا ما خدتش فيها اكشن هتحصل لي مشكله كاداره مشروع، وابدا اخش عليها واهجم عليها. خلاص يبقى انت كده عملت ايه؟ ما دخلتش في ال 20 مشكله مره واحده. اللي بيغرقنا احنا كمشاريع اداره مشروعات ان انت لما بيجي لك مشكله تقعد تشتغل عليها، قابلتك مشكله ثانيه روح باصص لها، راح المشكله اللي راح ضربك، فاصبح ان انت بتتضرب. خلاص بقى دورك انك عمال تتضرب في المشروع. ما تعملش كده. لما تجيلك حاجه تجاهل، ممكن تتجاهل حاجات كتير في المقابل انك بتهاجم حاجه هاي بريورتي وهاي سيفيريتي في المشروع بتاعك. فاهم؟ طيب نعمل ده فين؟ الكلام اللي انا بقوله ده تكلاسيفاي او تكاتيجورايز وتعمل بريورتيزيشن وتبتدي تانلايز بقى وتاخد اكشن. تعمل ده لو كان كومبلاينس ريكوايرمنت، تعمل ده لو كان ريكوايرمنتس عاديه من الستيك هولدرز، تعمل ده لو انت بتشتغل مع الريسك اناليسيز، تعمل لو انت عندك ريسكس كتير قوي، تعمل ده لو انت عندك ايشوز كتيره جدا، ايشوز مشاكل، تعمل ده لو انت عندك ستيك هولدرز كتير وعايز تحللهم. فاهم؟ كل ده بتمشي فيه بالكلام ده. ما تفتحش صدرك، ما تروحش، لا انت اهدى كده. حلل المشاكل دي، اعمل لها كاتيجوريز او كلاسيفيكيشن، حط اولويات، حط خطه واشتغل. خلاص. عشان كده تلاقي الناس في ايميل جاي زي الزفت، جاي له ايميل زي الزفت وما يردش عليه. فاهم؟ امير الانتقام هو سايبه ولا امير الدهاء؟ سايبه لوقته. عارف كده؟ تخيل ده الاتيتيود بتاعك. طيب